السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل الجبنة بخير وبأبسط الطرق. بدل المقادير معانا 1.5 كيلو لبن، هنحط عليها معلقة ملح، والملح حسب الرغبة، حابب تزود حابب تقلل ده حسب راحتك. معانا معلقتين منفعة. المنفعة دي بتتجاب من عند أي معمل جبنة أو أي حد بيبيع جبنة، ممكن تلاقي منتجات عنده المنفعة دي. هنقلب كويس أوي الملح هنا. هنرفع الحلة على النار. هنا معانا ترمومتر لحد ما توصل درجة الحرارة 45. لو مش متواجد الترمومتر نقدر نحط صباعنا فيها كده، يدوبك دافية زي دمع العين، حاجة فترة قوي كده، انك تستحملها وتستحمل الحرارة وايدك ما تتلسعش منها، لان لو زودت الحرارة عن كده المنفعة مش هتشتغل. هنا هو معانا الترمومتر وصل لحد 41 كده. هنا خلاص كده وصلت الحرارة اللي احنا عايزينها 45. اهو بوريك اهو، بحط صبعي فيها مستحملاه، بحط المنفعة واقلب كويس يمين وشمال عشان اللبن كله يوصل في المنفعة. وانا سيبناها بقى لمدة ساعة ونص ساعتين لحد ما مسكت نفسها كده خالص. نقطعها بالسكينة. هنا معانا شفشق، ده اسمه بقوتي، بيجاب من السوق، بيدي شكل الجبنة، يعني بيديه شكل حلو. نحط فيه هنا عشان المية اللي فاتت تصفى خالص. معانا اهو. هنا عملت 2 وعملت 3 وحدات، انا كان في واحد كمان عملته فيه. نقلبها كويس ونسيبها بقى لحد ما تصفي المية بتاعها خالص. ما بتاخدش وقت كتير، في ربع ساعة ممكن تكون صفت المية. هنا صفت المية اللي فيها. هنسلكها بقى كده منه كده، بنسلكها ونقلبها على الجهة التانية عشان تصفي المية من الجهتين وتاخد نفس الشكل. وهنعمل هنا برضو نفس الحكاية اهو. متنسونوش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس اهو. هنا كانت خلاص اتصفت من الجهتين. وطريقة الحفظ بتاعها، نحط شوية ملح في المية اللي نزلت منها دي ونحفظها في علبة في التلاجة، او شوية مية عليها شوية ملح.